معكم روان. كيفكم يا احلى وردات؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وانت عم تتابعوا فيديو اليوم رجعت لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو رح يكون عبارة عن مشترياتي لعيد الاضحى. قبل ما نبلش الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد بينزل على قناتي. تابعوني على الانستغرام وسناب شات والتيك توك والكواي، رح تلاقوا الروابط موجودة بالديسكربشن بوكس. طبعا قبل ما ابلش الفيديو يا جماعه، حابه احكي لكم انه انا دائما عم بفتح لايف على التيك توك، حسابي الجديد رح احط لكم رابط الحساب الجديد في الديسكربشن بوكس، فكلياتكم روحوا تابعوني. وبلا ما نطول عليكم يلا نبلش بالفيديو، ليتس جو. حبايبي قبل ما اورجيكم اول قطعه، حابه احكي لكم انه بما انه نحن حاليا في فصل الصيف والدنيا كتير شوف، فحبيت هيك انه اجيب الوان كتير صيفيه وحبيت اسوي تغيير في الستايلات. فهلا يلا خليني اورجيكم اول قطعه. عندنا هذا الفستان. طبعا انا لسه ما وديتهم على الكوة على فكره، ف يس بس اخذهم على الكوة بتشوفوهم بالعيد انتو. فهلا خلينا نقيس اول فستان. وي صراحه حسيت هذا الفستان مناسب للبيت اكثر من طلعه وهيك. هيك حسيت يعني، فشو رايكم فيه؟ حبايبي تاني قطعة بصراحة اشتريت هاي العباي. اوكي بعرف انه هاي العباي لونها كتير جريء وهيك، بس يعني بصراحة انه حسيت تغيير شكل وهيك، يعني العبايات معروف اسود وهيك، بس انه لا، العباية عندي زهري، وعلى فكرة هذا اللون طالع موضة بشكل كتير كبير، فقلت انه هيك كمان حلو نغير لون. فشو رايكم؟ كتبوا لي رايكم فيها. طبعا هاي القطعة اللي بتجنن، اللي كتير حبيتها كتير 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 كتير. فشو رايكم فيه؟ عن جد حبيت انه عباي جاي مثل عباي وهيك لون كتير غريب. فكم بتقيموها من 10؟ طبعا عندنا هذا الطقم. طبعا هذا الطقم بيجي قميص وتحت بنطلون. طبعا البنطلون اللي تحت بيجي عريض، بس اقيسه انتوا رح تشوفوه اكثر وتشوفوا التفاصيل. فيس طبعا ليكو، بس انه تضايقت انه في عليه معلق الوان كحلي، يعني هي صوف مثل هيك شي، عرفتوا خيوط. بس اني ساعات بيروحوا. مثل ما قلت لكم كل القطع بدها كوي، بس انا ما حقيسها وهي مكويه، رح اقيسها وهي هيك عشان ما تروح بهجتها للعيد. اوكي جايز، طبعا هذا الطقم جوي واجوائي، انا كتير بحب هدول الستايلات. طبعا ليكو جايز هذا البوت معه هيك، يعني بصراحة كتير حبيت كتير بشكل فظيع، يعني بعطيه 1,000,000/10. انتو شو رأيكم؟ على فكرة يعني حسيت انه فيني استغل البنطلون، فيني البسه مع قميص تاني، وفي نفس الوقت القميص فيني البسه مع بنطلون تاني جينز اسود شو ما كان ابيض. فكتير حبيت. جايز شوفوا لي جمال هاللون. طبعا يا جماعه اللون قد ما بحكي لكم حلو ما حقدر اوصف لكم اياه. على فكره حاعملكم فيه بوست انستغرام، لانه انا ولا مره تصورت بهذا اللون، صح هيك حاسه اللون جديد علي، عرفتوا؟ فحبيت انه كثير اجيب الوان جديده انا ما لابستها من قبل. فشوفوا هلا لا انتبهت، شوفوا فيه هيك من هون الكمام، هلا لا انتبهت اللون. المهم كمان بيجي طقم قميص وبنطلون، يس بنطلون عريض كمان، فبتشوفون على اللبس. جايز عندنا هون الطقم البنفسجي. طبعا اوكي حبايبي الطقم بده كتير كوي، بس مثل ما حكيت لكم انا ما رح اكويه لحتى يكون له بهجته بالعيد، تشوفوا هيك جديد وحلو. فيس شو رايكم فيه؟ كم من 10 بتعطوه؟ طبعا انا حبيت انه هيك بيجي عريض، انا بحب البناطرين الواسعه وهيك، يعني كتير مريحه، عرفتوا؟ فكتير حبيت. طبعا انا لانه بصراحه حسيت انه انا ما كتير عم بلبس فساتين وهي الاشياء، فقلت لا روان انت لازم تجيبي فساتين، لانه انت ما كثير بتلبسي هالاشياء، فلازم تكوني جريئه وتغيري شوي ستايلاتك، ما دايما جينز وقميص وهي الاشياء، انه غيري شوي. فشوفوا لي جمال الفستان، يعني هلا رح تشوفوه انا قايسته، رح يعجبكم كتير كتير انا متاكده. فهيك حسيت انه تغيير شكل، بس بصراحه هاي انه يعني حسيت انه ما كتير حبيتها، بس المهم هي على الحجاب ما بتبين، بس الفستان ولا غلطه ولا غلطه، ولون احمر يعني عرفتوا كتير واو. جايز هاد عندنا اياه الفستان وهذا الكعب، ف كتير 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 حبيت، يعني لدرجه حسيت انه هذا مناسب لاول يوم عيد. فكتبوا لي شو رايكم فيه.
كتير حلو كتير، يعني وانا غلطة. جايز شوفوا لي جمال هاي الشنطة. جايز الشنطة هاي كتير عجبتني. طبعا كنا متفقين انه اليوم اروح اشتري شنطة بيضة تاني. طبعا هاي مو بيضة، هاي جاي على حليبي سكري، ما بعرف شو لونها بالضبط. فقلت انا بدي اشتري شنطة بيضة ضروري. فكنا على اساس اليوم نطلع نروح على سيتي سنتر، مسقط مول عمان، بس بصراحة اليوم ما طلعنا. ان شاء الله بكره. فروحوا تابعوني على انستغرام وشوفوا ستورياتي، ترى بنزل لكم ستوريات حلوه وتفاعلكم كتير نازل، فارفعوني يا جماعه. فشو رايكم بالشنطه؟ كثير حبيت. اوكي جايز، كتبوا لي في الكومنتات اي قطعه اكثر شي حبيتوها وعجبتكم، واي قطعه البسها في اول يوم عيد وهيك. فكتبوا لي في الكومنتات وساعدوني، وبحبكم كثير. يس. اوكي جايز، طبعا انا بعشق اديداس، هو بوت اديداس. فاشتريت هذا البوت، شوفوا قديش حلو، يعني حسيته حلو مع الطقم الزهري، فقلت انه كتير حلو كتير، عرفتوا وهيك، فقلت انه تغيير شكل. يس. اوكي جايز، قبل لا نكمل حابه احكي لكم انه بالعيد انا حجزت موعد للاكريليك حتى اسوي اظافري، لانه يعني بصراحه حاولت اني اربيهم بس كتير ضعاف، فان شاء الله الاكريليك يعني بساعد شوي. فشوفوا لي هالكعب تحت الفساتين، شوفوا جمال جمال الجمال. جايز شوفوا قديش حلو، واو كتير كتير حلو. هيك يعني كعبه قصير، وحسيت انه كمان هيك مريح. تغيير شكل، بدل لا نكون طولنا 161 62 بصير طولنا 165. حلو. اوكي جايز، انا جبت بوت من عند بوما. طبعا انا من عشاق بوت بوما، وكتير بحب البوط السوداء. يعني عرفتوا انه اي لبسه بتلبسوها، يعني البوط الاسود بيجي لابق عليهم. فلقيت هذا البوت وقلت لا لازم اجيبه. شوفوا قديش حلو ما شاء الله، يعني هو كتير ثقيل، عرفتوا؟ فهيك كتير كتير حلو. ف يس، كتبوا لي شو رايكم. انا كتير حبيته وكتير عجبني وقلت بشتريه. يس. اوكي حبايبي، هاد كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه. اذا حبيتوه ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء انا بنزله على قناتي. وتتابعوني كمان على الانستغرام وسناب شات والتيك توك والكواي، مثل ما قلت لكم الروابط رح تكون موجوده بالدسكربشن بوكس. وكمان تابعوني على التيك توك الجديد عشان اللايفات. وبدي احكي لكم انه انا كثير بحبكم، وخبروني انتم جهزتوا ثياب العيد ولا لسه، وكيف تجهيزاتكم للعيد، وكل عام وانتم بألف خير. نسيت احكي لكم كل عام وانتم بألف خير، فكل عام وانتم بألف خير يا رب، وينعاد علينا وعليكم يا رب بصحة والعافية، والله يتقبل لكل شخص حج، وان شاء الله الله يتعامل الحج لكل شخص بده يحج، يعني لكل الناس. فبحبكم كثير كثير كثير. باي باي.